السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. اليوم رانا لو 27 سبتمبر 2023. اليوم ليلة المولود، الناس زياد تشري في الدجاج والدجاج طايش. من خلال هذا الفيديو يقوم مواطن جزائري بتوثيق ليلة المولد النبوي الشريف في حي باب الواد بالجزائر العاصمة، وذلك بعد ارتفاع مشابه في أسعار الدجاج في جميع ولايات الوطن. شاهدوا كيف تعامل سكان الحي مع بائع الدجاج في هذه الليلة المباركة. تم تسجيل هذا الفيديو بهدف تسليط الضوء على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأشخاص في البلد وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية مثل الدجاج وما شابه. نأمل أن يثير هذا الفيديو الوعي والتفكير حول قضايا الاقتصاد والتضامن الاجتماعي في المجتمعات. ما كان يبيعني شراء. أنا في باب الواد دار 57,800 الدجاج، سكالوب دار 99,800، كبده 55,000. وين بيها يا صاحبي؟ لي كويس 45-50 دي ولا خلي صح. كي قاطعوه ودوا تشوف شحال يولي يدير باذن الله. السمانه الجايه ما يهبطش تحت 40، ما نتسماوش حنا الشعب. ديروا اليد في اليد، ما تشريش، خليها تجوز هاد السمانه جوز هاد السمانه والله غير يطيح ويولوا يحلوا باش تدوا عليهم. اليوم مضاري لا كيما العام اللي فات طايح حتى من ناض على الدجاج، مضاري تلحق الزوج الدجاجه ما تصحلكش دوكا جا يطايش الدجاج الله يبارك. الحمد لله اونفا درتو اليد في اليد، وان شاء الله تكمل هكا، وان شاء الله يهبط الدجاج يولي كاع كيما كان، وتهلاو في روحتكم. تهلاو. شفيتو نهار جيتكم فيديو في قلت لكم بلي الدجاج حيزيد، تسمى كوبي وما تشريوهاش. واش رايكم دوكا؟ اليوم رانا لو 17 سبتمبر 2023، الدجاج جاو 52,000 الكيلو. الدجاج 95,000 سكالو. علاه؟ خاطش ما تاخدوش الراي. كيقول لكم واحد مولا ميتي يقول لكم ما تشروش، خلوه يفوح يهبط، يهبطولو بالسيف. نتوما لا ما حبيتوش. جناحتين 30,000 الكيلو. الجناحتين هنا 30,000. براهم يبيعوا فيه 35 40. هنا صافا باب الواد بارابور بلايص واحد اخرين والله ما تشريه. خوتي واش حنقول لكم انايا؟ خوتي حبسوا ما تشروش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اذا زاد الشيء عن حده اتركوه، خلوه بالك يهبط. ان شاء الله ربي يجيب الخير خوتي، اتهلاو. شكرا لكم على مشاهدتكم ودعمكم، ونأمل أن يكون هذا الفيديو قد نجح في إلهامكم وإيقاظ الوعي لدعم العدالة الاجتماعية والتعاون في مجتمعاتنا.